يا صباح الفل او مساء الفل احلى متابعين الناس الجميله، اهلا بيكم في اول فيديو من فلوجات مو. السلسله دي اللي احنا نعمل فيها فيديوز عشان نخرج ونعمل حاجه جديده بره يعني عن الشغل والكلام ده كله، ونتكلم مع بعض براحتنا وناخد مع بعض التجارب يعني. فما تنساش طبعا تدعمني باللايك والشير وسبسكرايب علشان تشوف كل جديد. دلوقتي انا مستني العربيه تيجي ان شاء الله علشان نتحرك، واوريكم البروجرام كله هيمشي ازاي. بصراحه متحمس، عايز اشوف الاجواء والموضوع يمشي ازاي. احنا دلوقتي وصلنا، طريق طويل قوي. مكان زي ما انتم شايفين كده شكله خطير جدا، صحراء بقى وبتاع واجواء السفاري. تعالوا نشوف الاكسبيرينس تبقى عامله ازاي. دلوقتي انا قابلت غريب صاحبي علشان نطلع بقى نشوف اليوم ده هيمشي على ايه. نطلع سفاري بقى النهارده، تمام؟ احنا معاكم وهنتابع معاكم اليوم كله وان شاء الله كلنا نتبسط. نركب جمل. هنتبسط كلنا. يلا بينا يا صاحبي. يلا بينا. دلوقتي هناخد تجربه السفاري بيتش باجي، فتعالوا نشوف مع بعض. يلا غريب، يلا بينا. يلا بينا. No, no, no. Up, 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 up. Take care, take care. Hold that, my friend, hold that. عشان كده قافلين بقه، شوف. ايوه غريب، بس ايه رايك؟ بص الجبل اصلا. بصوا انا مش عارف المخمضه اللي انا اتمخبطتها ليه، يعني هوريكم دلوقتي. بصوا المخمضه اللي انا اتمخبطتها يا جماعه عامله ازاي.
الموضوع صعب بصراحه. الموضوع صعب فشخ يعني. تبقى قاعد في العربيه وعمال انا لو اعرف اللي هي كده اصلا كنتش طلعت بصراحه يعني. اكسبيرينس بس متعبه جدا متعبه جدا. انا حاسس ان انا عارفين كنت جوه الخلاط وعمال اترج جوه. الموضوع كان صعب قوي بصراحه. عايز اقول لكم بقى ان المنظر تحفه. المنظر بجد انا هوريكم دلوقتي المنظر من هنا عامل ازاي. انت شايف الشمس وانت على قمه من الكثبان الرمليه. فبرضو كل تجربه ليها يعني ليها حلاوتها. عارفين كده لما تبص للبحر انت هنا باصص للصحراء. برضو المكان كله اصفر فاصفر وسما وبتاع وفي شمس. انا هوريكم دلوقتي المنظر كله عشان تبقوا شايفين اللي انا شايفه. ضربنا الشال اهو. ناخد بقى صورتين ونلحق المنظر الجميل الرائع ده، وبعد كده نشوف احنا هنعمل ايه بقى اليوم. موضوع يا جماعه التجربه في الصحراء ده غريب يعني. انا بصراحه اول مره اكون موجود في مكان كده لوحدي. برضو تشم نفسك. الالوان المتاحه قدامك مش كتير، انت بس شايف لون الرمله وشايف السماء، فزي ما انتم شايفين كده. بس بصراحة الموضوع مريح نفسيا يعني لما تيجي تاخد نفسك كده بعيد بقى عن الدوشة والشغل والجرافيك ديزاين والارت وورك والارت دايركشن. انت هنا يعني بتشم نفسك. عارفين يعني ايه تشم نفسك؟ بس فدي نصيحتي لكل واحد بصراحة، يحاول ان هو يشوف اي حاجة جديدة يعملها. انا عمري في حياتي يعني انا طلعت طبعا سفاري قبل كده، بس كوني ان انا استمتع واروح مكان مثلا احاول ان انا افضي دماغي فيه ده يعني ده كان قليل اللي حصل في حياتي يعني مش كتير قوي. فمن مهم قوي ان انت تدي لنفسك بريك حلو قوي عشان تتبسط، عشان تقدر تشحن طاقة وترجع بيها تفوق بقى لشغلك، تفوق للي انت عايز تعمله. ما تحاولش دايما ان انت تفضل تضغط على نفسك. شغل، مسؤوليات، كل حاجة ده بيخلي عندك طاقة سلبية مش طبيعية وبيخليك تنفجر في اي وقت. سبحان الله البني ادم لازم يتشحن زيه زي اي حاجه في الدنيا يعني. بتحتاج باور. البطاريه نفس الكلام تحتاج ان هي تتشحن بدل ما تنفجر. البني ادم نفس الكلام لازم ان هو ياخد طاقه سواء في مكان بيحبه، اكله بياكلها. بس الافضل كمان ان انت تسافر وتجرب حاجه جديده. ده بقى زي نظام ايه، بيخليك فول تشارج يعني، بيشحنك للاخر. فانا بصراحه مبسوط بالاكسبيرينس دي. المفروض بالليل كمان في جو سفاري وعشاء وبتاع، فبرضه هنجرب الليله دي. وبرضه عايز اعرف منكم انتوا اتبسطتوا بالتجربه دي ولا لا. ولا غريب رأيك كيف الطلعة دي؟ لا هي طلعة حلوة جدا، لازم نطلعها كل فترة عشان نفصل من الهم اللي بنشوفه هنا. بهزر. انت لازم كل شوية تفصل عن نفسك. ففكرة السفاري كانت فكرة حلوة قوي. المرة الجاية إن شاء الله نطلع سفاري. بس اتلخبطنا في العربيات. أقسم بالله مش هرجع. لحد دلوقتي لسه بنقع يا عيال والله. عمال اقول للراجل خلاص كفايه. قال لي ويت برو احنا هنوصل، فهو عشان نوصل لازم يفهم يموتنا. بس تمام. كان هيتقلب بينا اصلا بالعربيه وهو طالع في الجبل. بس بصراحه التجربه حلوه. هي فكره ان انت اصلا يعني كل فتره لازم تخرج وتغير جو، ودي مهمه عشان خاطر تقدر ان انت بعد كده تشحن طاقتك وتنتج بقى يعني. تشوف انت وراك ايه. بس فكان
معايا النهارده صديقي غريب في الطلعه دي، وعمل شويه درافتات بالبيتش باجي، والراجل كان هيجري ورانا. الراجل الهندي عنده مشكله معايا، قاعد مستنيني بره قدام الكامب. مش عايز يسيبني. ماشي يا جماعه، اشوفكم بخير. يا رب تكونوا اتبسطتوا من الفيديو واتبسطتوا من التجربه اللي انا عشتها دي، وان شاء الله يعني انتوا كمان تروحوا وتسافروا وتنطلقوا كده، وتحاولوا ان انتوا تاخدوا تجربه جديده وتغيروا جو. وما تنسوش طبعا تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم في فلوج جديد، معاكم محمد فرج، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.